في يوم. بالمناسبة عندما اقتتل الغساسنة هم والمناذرة في يوم عين أباغ، وقتل المنذر بن ماء السماء وانهزم المناذرة وعادوا إلى الحيرة بالعراق، نشأ طفل وسموه على اسم أبوه المنذر بن ماء السماء. وكانت هذه عادة موجودة عند العرب ولا زالت، أنه إذا توفى الشايب والصبي لا يزال يعني طفلا رضيعا سموه باسم أبوه لعله يصير مثل أبوه. كبر الصبي وكون الجيش من جديد وأصبح اسمه المنذر بن ماء السماء، وقال أنا سأنتقم لأبي، وساق الجيوش مرة ثانية من الحيرة صوب الشام، وأرسل للحارث الغساني وقال له أنا باخذ ثاري إنك ذابح أبوي، وذا الحين انطحني أنت ويا جيشك. قال الحارث الغساني الله يحيي الساعة اللي لا بد منها. انطلق الحارث الغساني بجيشه وتواجه هو المنذر بن ماء السماء. اقتتلوا اقتتالا شديدا واستمر القتال بينهم أيام، لكن بدون أن تحسم النتيجة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الريجيل تفانوا والريجيل ذبحهم الموت. فأراد الحارث الغساني أن يحسم المعركة، وكان له فتاة اسمها حليمة، وحليمة هذه كانت جميلة جدا، فأمر بها من الشام. جاءت حليمة لين وقال يا حليمة خذي هذا العطر وعطري جيش الغساسنة كله. فذهبت حليمة وعطرت جيش الغساسنة كله. فلما عطرتهم كلهم قال الحارث الغساني أنتم شفتوا حليمة يا رجال؟ قال والله الله. قال تراها زوجة لمن سيقتل المنذر بن ماء السماء.